بقالي فترة كبيرة بحاول أجرب إن إحنا نتمرن باور ليفتر أو أغير الكارير شوية، يعني أخش في مرحلة الباور ليفتر شوية. فبقالي شهر بحاول في السكوات والديد ليفت والبنش بريس والأوزان كويسة يعني. فالنهاردة قلنا ناخد تجربة كبيرة كده مع باور ليفتر صاحبي وحبيبي عبد الله. السلام عليكم. هناخد النهاردة تمرينة إيه يا عبد الله؟ هناخد سكوات وبنش وشويه اكسسوارز كده للرجل. ماشي، هنجرب كده ونشوف الوزن بتاع عبد الله ونحاول ان احنا ناخد التمرينه بتاع الباور ليفتر. وهشوف الكومنتات بتاعتكم يعني تشجعوني، يا اما اكمل يا اما ارجع هايبر تروفي تاني. اول تمرين معانا بالتسخين بالبار فاضي عشان جسمك يبدا يعمل ماسل مايند كونكشن على انك هتتمرن سكوات. ورم اب للجسم وورم اب للمايند نفسه، ان انت بتاهله انك هتتمرن سكوات. اول مجموعه احنا نطلع بيراميد سيت. فاول مجموعه بتبقى حاجه اسمها ورم اب سيت ووركن سيت. ورم اب سيت اللي هي مجموعات التسخين ب 20 كيلو. 20 40 60 كده 60 توتال 60. والعدد بيبقى كام؟ ثلاث عدات مثلا عشان ايه ناخد وضع السكواد، نعود نفسنا مثلا تستعد الوزن اللي طب بعده. ماشي يلا بينا. قعد يقول لي في العربيه انا هتكلم هفضح الدنيا. مكسوف ازاي؟ اول مره اشوف مكسوف في حياتي والله العظيم. ابدا في الورم اب سيت. ايه رايك في اللو بار ده؟ ثلاث عدات، اربعه، خمسه. بعد كده الراحات بتاعتنا بتكون دقيقتين، وبعد كده نحط 20 تاني برضو ورم اب سيت. بعد الراحه دقيقتين 3 دقائق نبدا نحط برضو عشرينات تاني. لو تلاحظ هتلاقي البار باور ليفتر اصلا السكوات بتاعه بيكون مختلف شويه عن البودي بيلدينج. بتلاقيه لينون فورورد مايل قدام، وبقى اصلا البار محطوط له بار. موضوع العدد بيبقى في الورم اب بس، يعني اكتر العدد في الباور ليفتر مثلا بتلاقيه 4 عدات. لو هو عامل دي لود بيكون 4 عدات، لكن اصلا في العموم لو هو مثلا بي ار او حاجه بيكون عدى تقريبا. خش دور التسخين بتاعنا التاني. الموضوع بيكون لو بار اكتر من تحطه ميد بار، وبتخلي اللينون فورورد شويه وبتنزل فور رينج اوف موشن وتطلع اسرع شويه. 4 عدات. زودنا عشرينات. المفروض هو بيحسب على الماكس بتاعه. الماكس بتاعي 180 النهارده، عليا النهارده 180 من عدتين لثلاث عدات. فدول 140 هنسخن لحد ناخد عدتين بيهم ونطلع لل 170 نلعب بهم عده عشان نجهز للوزن بتاعنا اللي هو ال 180. احاول اخش بنفس الوزن بتاعه، يعني اشوف الماكس بتاعي يبقى كام النهارده. 1 ريب ماكس. هنشوف مثلا اخر مره كان 190، هشوف النهارده هقدر اجيب ال 200 ولا لا. الثالثه مجموعه تسخين، المجموعه الثالثه جيب فيهم عدتين اتنين بس. بسم الله. اخر مجموعه ورم اب 160 160. ورم اب بعدتين برضو، عدتين، عدتين اتنين. بعد كده 180 في عدتين باذن الله 180 من غير ركبه، لان احنا بنجهز البطوله باذن الله من غير ركبه، هنعمل من غير سليب. من غير استراب على الركبه. فعشان هو البطوله اصلا القوانين او القواعد بتاعتها اللي ما يكونش فيه استراب على الركبه، لان الاستراب تقريبا بيشيل. بيشيل مثلا بتاع 30 كيلو. بص الاستراب على حسب، يعني لو استراب عادي، لو استراب عادي زي ده ممكن يشيل لك مثلا 10 15 كيلو. في استرابات تانية اصلا الواحد بيوصل 3000 4000 و3000. 4000. فاكيد مثلا مش ابو 80 او ب 100 ده هيبقى شغال 4000. ابو 4000 بيشيل تقريبا 35 30. 35 كيلو. بيشيل معاك 35 كيلو كعامل مساعد. فعشان كده بداوا يشيلوا الاستراب اصلا من في بيشيلوا بطولات اصلا معموله انت ممكن تلعب بالركبه او ممكن تلعب من غير. بالظبط. بس اللي بيلعب من غير كله بيلعب من غير، يعني مساواه بقى في الظلم عادي. فهو بدا يشيل الاستراب وبيتمرن عادي. هي اكتر حاجه ممله حرفيا، مش ممله يعني راحات الباور ليفتر بتبقى كبيره جدا، ساعات بتوصل 6 دقايق. فتحس ان انت بقالك كتير قوي في الجيم، عايز لك بتاع 3 ساعات. اه. فموضوع الوقت ده بيبقى موضوع الوقت بيبقى صعب جدا. برضه بيبقى وراك شغل وحاجه غير شخص منافس اصلا، او وراك بطوله او حاجه. هو ده يعتبر الشغل بتاعك. برضه من الحاجات اللي مخلاني افكر اكتر
موضوع الوقت. المفروض ان احنا دلوقتي مستعدين في الراحه بتاعت 180. عدتين بال 180. هو اصلا بيكون حاسبها على الوان ريب ماكس بتاعه، يعني تقريبا عبد الله الماكس بتاعه في السكوات اخر مره كان 225 3 عدات اخر مره الماكس بتاعه. فهو بقى بيحسب على الماكس بتاعه تقريبا 75%، بينزل 75% او 80%، ويبدا يجيب عده او عدتين. كم مجموعه؟ مجموعتين 2. اصلا ممكن لو انت مستقل شويه بان هو مثلا بيتمرن سكوات بس وبنش بريس، وبياخد اكسسوارز تقريبا ليج اكستنشن او وليج بريس، ليج اكستنشن ليج بريس، وممكن برضه ياخد معاهم هايبر اكستنشن اللي هو رومان تشير. بس اصلا البنش بريس والسكوات ممكن يقعد فيهم مثلا بتاع ساعه ونص يعني. ساعه ونص لو هيكروت في التمرين. انت اصلا يعني ايه تعمل حسابك تصحى تفطر وتروح تتمرن. 180 نو ستراب. عايش ما شاء الله ما شاء الله. لاحظ النفس بيطلع فين، اخذ النفس كتمه وبينزل، وبعد كده بيطلع نفس فوق في اخر عده. عدتين راكون. اهم حاجه تقلع الكوتشي في السكوات. جميل قوي. ايزي نفس ما شاء الله. حلو قوي. 180 تو ريبس. عايشه كوتش. اهم حاجه طبعا التركيز، التركيز في التكنيك، التركيز في كل خطوه بتعملها. رفعه البار، ترجيع البار. الوزن مش بيبقى قليل. 200 كيلو سكوات مش وزن قليل تستهين بيه، خصوصا اول مره يعني. طب يا جماعه انا بتمرن اصلا من وانا عندي 15 سنه. انا عندي 32 سنه، فبقى لي 17 سنه بتمرن. 19 سنه اول مره اتمرن سكوات ب 200 كيلو. كان في البدايه كان 180. اخر مجموعه بنفس الوزن عدى واحده. عده واحده، يعني الماكسي 200 عده واحده. عده ولا عدتين؟ عده واحده. مش هنكر ان انا قلقان شويه، بس ان شاء الله جايه باذن الله. الموضوع بيكون تركيز، التركيز بيفرق يا جدعان. الماسل مايند كونكشن بيفرق جدا، انك تعمل اتصال مع المايند او المخ بتاعك، اتصال عصبي عضلي. الموضوع بيفرق معاك فشخ، خصوصا في السكوات. السكوات اي غباء او اي خطا او اي عدم تركيز هيزعلك. عاش قوي. ايزي. الله اكبر الله اكبر. هشت. نازله كويسه. يا فعد كمان يعني. انت اصلا دماغك بتتخيل حاجات غريبه. كل فيديوهات الاصابات اللي شفتها، كل الطلعه اللي ما بتنزلش، شريط حياتك كله موجود. شريط حياتك كله بيمر قدام عينيك حرفيا. بس عاش قوي يعني. كان في عدى يا جماعه كمان، يعني هتحسب ار بي اي 8 مثلا. لا 9. والله 8 فعلا. عدى وشويه عدتين. ار بي 8. المفروض ان انا بعمل باك اب، بنزل وزن والعب عده وعدتين. عدتين مثلا بال 180 في الباك اب. مؤشر كويس. لو انت شايف ان احنا نقدر نكمل في موضوع الباور ليفتر ده، يعني سيب لي كومنت. بعد كده التمرين بنش بريس. اليوم كله بتاع عبد الله النهارده، انا هاخد نفس التمرينه بتاعته بالظبط. بنش بريس طبعا تكنيك مختلف تماما. عبد الله استخدم حاجه زي ريزيستنت باند كده. زي دي بتتحط بتتباع، بتبقى مربع او مستطيل، بتتحط تثبت ظهرك عشان لما تيجي تعمل قرش ما تتزحلقش، او اللي هو اسفل الظهر. اسفل الظهر ده بيتزحلق. احنا استعملنا بقى الاستيك المقاومه ده. احنا غلابه برضه. انت هتشحت يا عم. متاح. ابدا بالمتاح. التكنيك بتاع البنش بريس غير الهايبرتروفي خالص. يعني انت بتلعب في البنش بريس تعمل ارشنج، بتمسك وايد. النزله مش عند الصدر اصلا، ممكن تنزل هنا، ممكن تنزل هنا. الموضوع بيكون مختلف كمان. الوايد كمان بيخلي عندك امكانيه ان انت تقدر تزود وزن اعلى.
بس الريسك بتاعه بيكون ريسك شويه على الشولدر. فعشان كده وانت بتتمرن انت بتطلع بتعمل الشولدر كده وتنزله لتحت، تمام، عشان تحاول بقدر الامكان تعزل الشولدر بتاعك. فاول مجموعه ورم اب قبل الماكس ب 10 كيلو او 15 كيلو. انا لو هلعب مثلا على النهارده 150 باذن الله، بنعدل عدتين 3 ادوار، هلعب مثلا اوصل لحد 140 العب عدتين واطلع 150 عادي. التكنيك بتاع البنش بريس بيبقى مختلف شويه زي ما قلنا لك في الباور ليفتر. فعبد الله ايه هيدينا شويه تيبس كده، شويه تيبس بسيطه شويه عن التكنيك. يلا بينا. اول حاجه باذن الله ننام عادي ونضم لحوم كتفنا لتحت خالص كده، تمام، ونطلع نخلي كعب رجلينا سابق ركبتنا، تمام، ونعمل قرش بسيط كده باذن الله ونرفع وننزل بالهيب. نحاول على قد ما نقدر الهيب ما ترفعش معانا في كل عد زي كده. ده مثلا لو في منافسه والهيب طلعت من على البنش العده ما تتحسبش، لازم الهيب حسب. اللي هي دي اللي هو الفخذ لازم تكون ما لازقة. تترفعش، تكون لازقه. عاش يا كوتش، عاش. بدنا ننزل على البطن اهو. بحاول اخد اللي هو السكوات كده. ايوه كوس. اللي هو الكوس نفسه. شباب اهم حاجه المشبك عشان الوزن. عشان ما نتسوحش. كده احنا ريحنا يعتبر دقيقتين، نخش الورم اب الثاني. بسم الله. اهم حاجه يا جماعه لوح كتفك ما يكونش كده. بص المسافه عامله ازاي، هو انا كده لوح كتفي مش مضمون، لو هضمه بص المسافه هتقل اصلا، قلت. عايش. المفروض ان عينك بتبقى تحت البور اصلا. انا نسيت الحته دي صحيح. ايه؟ نسيت الحته دي. لا ما دي انا شرحتها قبل كده في البنش بريس. باي ذا واي تتفرجوا على تكنيك البنش بريس. على فكره من احسن الفيديوهات اللي عملتها هو السكوات، والله والله العظيم ما سبتش حاجه حرفيا. من هم ده أول اهم البار. اتنين على فكره، الحاجات التانيه ايزي يعني. ان شاء الله. كم عدى؟ 3 1 2 and 3. عشان ايزي ايزي. المجموعه الثالثه في الورم اب باذن الله، اخر دور تسخين 135. 135. ايوه بس عايزك تركز كويس جدا عشان تشوف السبوتر المفروض يكون ازاي، اللي هو الشخص اللي بيساعدك ورا. حقيقة. عشان في اشخاص يعني ايه ممكن يشيل عنك الوزن ويضيع لك الدنيا كلها. سبوتر يا جدعان بيشيل الوزن وبيسيبه، ما تشيلش معاه انت كده بتحبوش. يلا بينا. 1 1 2 اب. سيب الوزن، عينك على البار بس، فاهم؟ هو مش محتاج اي حاجه، قشطه خلاص. شد الوزن 2 3. اوكي. عش ايزي 2 ايزي بش. اوكي. بصوا يا جماعه بدات تركيبه بسيطه يعني، لازما جزمه للبنش، بس احنا برضو بنبدا على راي الكابتن مختار بالمتاح. بالمتاح، فاحنا نلعب كوتش عشان الكوتش بيزحلق رجلينا وصلقرش ايه بيبوظ مننا خالص. 2 3 اب. عايش ان شاء الله. في الثلاث مجموعات عدى واحده بس، ده كباك اب. كده فاضل اخر مجموعتين اتنين في التمرينه. بعد ما خلصنا السكوات والبنش بريس هنخش تمرين ليج اكستنشن ايزوليت مجموعتين اتنين، وبعد كده ليك كير مجموعتين برضه، بعد كده لين كيرل مجموعتين اتنين، وفي اخر التمرين بتلعب مجموعتين تقريبا للدراع، ترايسيب اكستنشن للترايسيب. يعني دي الاكسسوارز اللي بتبقى موجوده مع التمارين الاساسيه اللي هي الديد ليفت والسكوات والبنش بريس. نبدا اول تمرين بقى ليج اكستنشن، عدد معين 12 عده. 12 عدد. الراحات في الاكسسوارز مش بتبقى زي الكومباوند، يعني الراحات بتكون مثلا دقيقه ونص. حاجه المصلحه ما تطلعش من تحت التمرينه اللي قبل الاخيره، عشان انا حرفيا
خلصت. لين كيرل شايل خلفيات 12 عدة. فرق الجهاز بتاع اللين كيرل والسيتد ليج كيرل. انا دايما بفضل التمرين او الجهاز ده احسن من السيتد كيرل، بس انت لو عندك اصابه في اسفل الظهر او عندك مشاكل في ظهرك فتمرين اللي هو السيتد كيرل بيكون كويس جدا. بس بالنسبه لي انا بشوف ان التمرين بتاع اللين كيرل افضل بكتير من السيتد في كل حاجه، حتى في الليج فليكشن بيبقى فارق معايا، حتى في العده بتاعتك برضو بيبقى فارق معاك جدا بصراحه. فده الفرق بين السيتد ليج كيرل واللين كيرل. اخر تمرينه بقى خالص في تمرينه التجربه بتاع الباور ليفتر هو ترايسيب اكستنشن. يبقى احنا كده خدنا الاكسسوارز، بعد كده بتعمل بقى الاسترتشات. بصراحه التجربه صعبه جدا شويه، الوقت كبير برضو محتاج وقت كبير، بس حاسسها متعه شويه في حته الاوزان، يمكن عشان انا بحب الاوزان اكتر. بس الراجل ده كان اصلا بيتمرن بودي بيلدينج وقلب باور ليفتر بقى دي بتاع سكه 8 شهور يعني. وحاسس ان الموضوع بالنسبه له احسن، يعني احسن من البودي بيلدينج. احسن من البودي بيلدينج. فانا بحاول اخد التجربه، ممكن امشي سنه كده ونشوف هتودي لفين. فسيب لي كومنت لو شايف ان التجربه تستاهل، وبرده لو شايفه ان هي ما تستاهلش ونكمل في البودي بيلدينج. مستني رايكم، وبشكر عبد الله وبشكر حبيبي يا محمد كوتش، ورا حبيبي الكاميرا يا كابتن كوتش. محمد. استنونا في فيديو جديد.